السلام عليكم. الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي مولعة الدنيا، والأخبار ما بين حقيقة وما بين كاذبة وما بين ناس فعلا هترحل حقيقي عن صفوف النادي الأهلي، وناس لسه موجودة وفي أماكن تانية بيقولك لا دول خلاص ماشيين. كل حاجة هتعرفها معايا في الفيديو ده. سوق الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي ضرب نار ضرب نار ضرب نار. الفيديو مليان أخبار ضرب نار من الآخر. تعال هقول لك في الفيديو ده كل حاجة عن انتقالات النادي الأهلي، سواء لعيبة جاية من النادي الأهلي أو لعيبة ترحل عن صفوف النادي الأهلي في اتجاهها للاحتراف. أول حاجة كده سخن معايا وهو حمدي فتحي. رمانة الميزان بتاعنا وبتاع خط النص خلاص هيمشي، وجايله عقد احتراف قوي جدا من نادي الوقرة القطري، قيمته 3 مليون دولار كبيع نهائي لنادي الوقرة القطري. كل التوفيق لحمدي فتحي رمانة الميزان بتاع خط النص. انا واثق ان هو هيجتهد جدا وهيكون مكافح جدا مع نادي الوقرة القطري، وهيضيف لهم كتير في خط النص. لعيب هايل جدا وممتاز جدا، كان منور خط الوسط في النادي الاهلي، وهكذا هينور الدنيا في قطر وفي الدوري القطري ومع ناديه الجديد. حمدي فتحي مفيش اتنين يختلفوا عن توهج مستواه، ومن نوعية اللعيبة المميزة الصاعدة الواعدة من المواهب اللي نادر جدا انك تلاقيها في دوري، او نادر جدا انها تطلع عندنا من الدوري المصري. حمدي فتحي كان لعيب خط نص ورمانة ميزان، بيلعب مركز 8 وبيجيد ادوار مركز 6. الجرأة الهجومية اللي عنده كانت ممتازة جدا جدا جدا. حمدي فتحي لعيب من الاخر. بصراحة انا متضايق جدا وزعلان جدا كواحد بحب النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي، ان لعيب تقيل بحجم حمدي فتحي هيمشي عن صفوف النادي الاهلي. ولكن هو ده الاحتراف، هو ده الاحتراف، شئت ام ابيت. هي دي كرة القدم وده الاحتراف المصري. كل التوفيق لحمدي فتحي في سكة الاحتراف بتاعته الجديدة ومع ناديه الوقرة القطري. اول حاجة حمدي فتحي. طيب مين اللعيب التاني اللي هيكون بعد حمدي فتحي هيمشي من النادي الاهلي؟ ولاعيب مؤثر جدا 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 ولاعيب مهم وكلنا بنحبه وبنعشقه، ومن اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي ورمانه الميزان في النادي الاهلي، وهو محمد عبد المنعم. اول ما تسمع اسم محمد عبد المنعم تعرف ان انت بتتكلم على احسن مساك في افريقيا. لما نجيب سيرة محمد عبد المنعم فانت بتتكلم في لعيب تقيل في النادي الاهلي، بتتكلم في مساك من الاخر، بتتكلم في سنتر باك مفيش زيه جه ولا هيجي لفترة طويلة. لعيب لو ورا كده بيطمنك، بيخليك مطمن وانت بتتفرج على النادي الاهلي. محمد عبد المنعم ورا لا انا مطمن والدنيا زي الفل، وايه وبالي مرتاح على السنتر باك وخط الظهر بتاعي في امان. لعيب بيقدر ياخد الكرة ويطلع بيها من ورا لقدام ويطلع فريقك كله لقدام. لعيب وسط 3 4 مهاري ويقدر يعدي ويكمل. لعيب تحس ان هو مدافع ومهاجم وديفندر، بيأدي التلاتة بشكل هايل، ولا احسن ولا اروع من اي لعيب. لعيب تقيل ولعيب بسم الله ما شاء الله تألق وتوهج، لعيب سوبر في النادي الاهلي. هيرحل عن صفوف النادي الاهلي برضه في الاحتراف. شئنا ام ابينا حبينا اللعيب بنعشقه. هي دي كرة القدم وهو ده الاحتراف. جاي له عقد من نادي من الانديه السعوديه، في الغالب هيكون الهلال السعودي بقيمة 15 أو 20 مليون دولار. اللاعب يستاهل كده وأكتر من كده. اللاعب يستحق، يعني أنا كان نفسي واحد زي محمد عبد المنعم تجيله حاجة يعني في التوب ليفل في الدوري، مثلا يبدأ بالدوري الفرنسي، الدوري الإنجليزي، الألماني، هكذا الدوري الإيطالي. بصراحة يستحق كده وأكتر. لعيب موهوب، شاب صاعد واعد، نجم متألق منفجر، كل المميزات الجميلة والحلوة في محمد عبد المنعم. كل التوفيق لمحمد عبد المنعم في سكته الجديدة للاحتراف. اللعيب الثالث وهو حسين الشحات.
لما تيجي تتكلم عن حسين الشحات تعرف ان انت بتتكلم على لعيب بيأدي مستوى ثابت لفترات بسم الله ما شاء الله، اذا كان بيطلع ما بينزلش. انت بتتكلم على لعيب متوهج ومنفجر مع النادي الاهلي. انت بتتكلم على وينج ما جاش زيه، بتتكلم على وينج اي فريق يترعب من اسمه، اي فريق يتخض ان واحد زي ده بيلعب ضده. بصراحة حسين الشحات من اللعيبة اللي هو بيجيد اكتر من مركز، ممكن يلعب مركز 10 كصانع العاب، بيلعب في الوينج تمام قوي، ممكن تلاقيه بيزيد وبيبقى في القوس بتاع ال 18 بتاع الفريق المنافس ليك، وبيخلق فرص تهديفيه جميله جدا. لعيب الاوفر كروس عنده ما بيخيبش، لعيب فيه انسجام غير عادي مع بيرسي تاو، بيصنع وده يسجل وده يسجل وده يصنع، ده يعمل اسيست وده يجيب وده يجيب وده يعمل اسيست، في تبادل ادوار ما بينهم، ما بين ان هو يساعد في تسجيل هدف او يكون هو اللي بيسجل الهدف. ما حصلش. لعيب مهاري جدا، لعيب سريع، تحركاته خلف الخطوط خياليه وملهاش حل، لعيب دايما بيديلك كواليتي عالي جدا، بيخلي شكل فريقك حلو ومنظم ومرعب على الخصم، ومنظم جدا في شكلك الهجومي، بيديلك كواليتي عالي جدا جدا جدا. لعيب من اللي انا بحبهم يكونوا موجودين في النادي الاهلي وما يمشوش او تحصل اصابه لا قدر الله، حاجتين: انه يحترف او يتصاب. واحد زي حسين الشحات انت كمشجع للاهلي ما تحبش ان هو يقع في اي حاجه فيهم، اذا كان الاصابه لا قدر الله او الاحتراف، لكن شئنا ام ابينا هي دي كره القدم، والراجل لازم يحترف لانه جاي له عقود كتيره. من كتر العقود اللي جايه له لانه لعيب مستواه عالي جدا في النادي الاهلي ولاعيب تقيل وفورمه والكواليتي بتاعته عاليه، لازم تجيله عقود احتراف. من كتر العقود اللي جايه له هو كل ما الاداره بتاعه النادي الاهلي والخطيب يقعدوا معاه: تعالى يا ابني هنجدد، يقول لا استنى شويه واديني فرصه كمان. من كتر العقود اللي جايه عليه الراجل لغايه دلوقتي ما خدش الاكشن الاخير في التجديد للنادي الاهلي، اخر موضوع تجديده شويه، لان بصراحه المبالغ اللي معروضه عليه تقيله جدا ومغريه جدا جدا جدا. اللعيب الاخير معانا وهو الو ديانج، اللعيب اللي انا بحبه جدا، ولعيب بصراحه الكواليتي بتاعته عاليه، يديك 90 دقيقه وهو مرتاح، قوه بدنيه مع قوه جسمانيه، لياقه بدنيه عاليه جدا جدا جدا، سرعه ومهاره، لعيب متزن جدا، الميس باص عنده تكاد شبه معدومه، لعيب دايما فايق وبيفت مع الفريق بتاعه في نص الملعب. لعيب بصراحه من افضل الصفقات الافريقيه والاجانب اللي دخلوا القلعه الحمراء والنادي الاهلي. اي نعم الكلام كله لسه كلام ان جاي له حاجه في الدوري الانجليزي، مفيش ايميل رسمي جه للنادي الاهلي، مفيش كلام على ورق رسمي جه للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ما عندوش مشكله انه يطلع الو ديانج ويبيع الو ديانج، لان المكاسب اللي هتيجي ماديه منه كتيره جدا. الراجل ادى اللي عليه وحبتين زياده كمان شويه. النادي الاهلي ما عندوش مشكله انه يديله فرصه يطلع الدوري الانجليزي، ولكن مازال الكلام مجرد كلام، مفيش ايميل رسمي جه لاداره النادي الاهلي ولا ورق ممضي او معتمد جاي من نادي معين، او بمعنى اصح فيه عقد ببنود موثقه جايه، كله كلام. لكن النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان الو ديانج يمشي، وساعتها النادي الاهلي يبدا يبحث عن صفقات جديده. بالنسبه ده الليسته بتاعه اللعيبه اللي هتغادر وتمشي خارج القلعه الحمراء للاحتراف. لسه في لعيبه هيتم تسريحها من النادي الاهلي، ولكن لسه هنتكلم عنهم في فيديو لوحدي. طيب هل في بديل للعيبه دي كلها؟ انت بتتكلم في خط النص بس 2 منه رايحين، قلب الدفاع اهم حاجه في الظهر عندك والسنتر باكس وقلب الدفاع ماشي. انت بتتكلم في حسين الشحات وينج من الاخر برضو هيمشي. طب في بديل للناس دي؟ في بديل، وفي بديل كويس جدا كمان. النادي الاهلي دايما عنده الحلول ودايما عنده البدايل. النادي الاهلي استحاله يمشي لعيب الا لما يكون على الاقل حاطط 2 أو 3 في اعتباره هيجوا مكان اللعيب ده، لان النادي الاهلي لازم يستمر.